السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعيني الكرام، متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. أهلا وسهلا بكم في بداية سنة جديدة كلها فرص وأحلام، ونحقق أهدافنا ونحيي كل لحظة بالحب والطاقة الإيجابية. كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة هنشوف توقعات الأسد بتاريخ 3/1/2026، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. متنسوش حبايبي اعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الأسد. على الصعيد العام، السنة الجديدة بالنسبة لك يا أسد مش سنة حظ على قد ما هي سنة إعادة تعريف لنفسك. أنت داخل السنة وبتسأل سؤال صريح: أنت عايز إيه بجد؟ مش إيه اللي الناس مستنياك تعمله، ولا إيه الصورة اللي متعود تظهر بيها، لكن إيه اللي يرضيك أنت من جواك. السنة دي يا أسد هتخليك تواجه نفسك أكتر، وتراجع اختياراتك القديمة، وتفهم ليه بعض الطرق ما كملتش معاك. في بداية السنة هتحس إن الدنيا ماشية ببطء، وده مقصود مش تعويق. البطء ده معمول علشان تفهم مش علشان تتعطل. هتكتشف إن في حاجات كنت بتجري وراها من باب العادة مش من باب القناعة، وده هيخليك تبدأ تنسحب بهدوء من مسارات مش شبهك. السنة دي فيها طاقة تنظيف أكتر ما فيها طاقة اندفاع. كمان السنة الجديدة دي هتكون نقطة تحول حقيقية، لأنك هتبدأ تستدير ثقتك بس بطريقة مختلفة. مش الثقة العالية اللي بتظهر للناس، لكن الثقة الهادية اللي جواك يا أسد. هتعرف تقول لأ من غير ما تبرر، وتختار من غير ما تحس بالذنب، وتبعد عن ناس أو مواقف من غير ما تحارب، وده تطور كبير في شخصيتك. السنة دي كمان هتعلمك إن القوة مش دايما في المواجهة، أحيانا في التجاهل، وأحيانا في الصبر، وأحيانا في إنك تسيب الأمور تاخد حجمها الطبيعي. هتشوف مواقف كانت بتستفزك زمان، السنة دي هتعدي عليك وإنت هادي ومتماسك، وده أكبر دليل إنك بتكبر من جوه. كمان هتكون مختلف تماما عن بدايتك، لأنك مش نفس الشخص. قراراتك أهدى ونظرتك أوسع وطموحك أنضج. مش هتجري ورا كل فرصة، لكن هتختار اللي يشبهك فعلا. كمان السنة دي بتقولك يا أسد أنت مش محتاج تثبت إنك أسد، أنت أسد فعلا. أما على الصعيد العملي، السنة الجديدة بالنسبة لك يا أسد مش سنة شغل عادية، دي سنة إعادة تعريف نفسك مهنيا. أنت داخل السنة بطاقة مختلفة، حاسس إنك مش عايز تكمل بنفس الشكل ولا بنفس المكان اللي مش مقدرك. في شغل بيكشف لك حقايق وبيخليك تشوف مين واقف في ظهرك ومين كان مجرد متفرج. كمان في بداية السنة ممكن تحس بتقل أو ضغط، بس ده مش فشل، دي تصفية مسؤوليات بتزيد. بس في مقابل نظرة الناس ليك بتختلف، وفي اعتراف ضمني بقيمتك حتى لو مش متقال بشكل مباشر. انت بتتعلم تمسك العصاية من النص، ولا تندفع ولا تسقط عن حقك. كمان في السنة دي في بشارة مهمة جدا، في نقلة عملية، يا إما ترقية يا إما تغيير مكان يا إما مشروع جانبي بيبدأ يكبر فجأة. الأهم إنك هتتعلم تقول لأ للشغل اللي بيستفزك ومن غير مقابل حقيقي. في شغلك إبداعك هيكون سلاحك الأساسي، أفكارك مختلفة وطريقتك في الحل غير تقليدية، وده هيخلي الناس تعتمد عليك أكتر. بس خلي بالك يا أسد، النجاح ده ممكن يلفت انتباه ناس مش نيتها صافية، فاختار كلامك وتحركاتك بعناية. في السنة الجديدة دي هتكون فيها أساس بالثبات والرضا. مش شرط تكون وصلت لكل اللي انت عايزه، بس هتكون واقف على أرض ثابتة وعارف انت رايح فين. كمان السنة دي بتقولك يا أسد انت مش بتشتغل، انت بتبني اسمك. أما على الصعيد المالي، السنة الجديدة بتفتح معاك صفحة مالية مختلفة تماما عن اللي فات. مش بالضرورة فلوس جاية بسرعة، لكن بوعي مالي بيكبر جواك وبيخليك تشوف الفلوس بشكل أذكى. انت داخل السنة بتتعلم فيها ازاي تدير، مش بس ازاي تكسب، وده فرق كبير هيبان قوي في آخر السنة. كمان في أول الفترة ممكن تحس إن الفلوس بتيجي وبتمشي، بس الحقيقة إن ده اختبار ليك يا أسد. هل هتصرف علشان تثبت قوتك، ولا هتصرف علشان تبني أمانك؟ الفرق هنا هو اللي هيحدد مستواك المالي، مش دلوقتي، لا كمان قدام في فرصة مالية بتجيلك بشكل غير مباشر. حد بيفتح لك باب، أو فكرة قديمة بترجع، أو شغل جانبي كنت شايفه بسيط بيطلع هو الأساس. السنة الجديدة بتقولك يا أسد ما تستهونش بحاجة صغيرة، لأن الصغير ده ممكن يكون مصدر ثابت بعد كده. في نص السنة دي هتحس إنك مسيطر أكتر وقراراتك المالية أهدى، مش بتجري ورا كل حاجة،
وبتختار اللي بيناسبك مش اللي يلمع. لو عليك التزامات أو ديون، السنة دي فيها فك تدريجي مش مفاجأة، بس المهم إنك ما تهربش من المواجهة. كل رقم هتحطه قدام عينك هيخف، وكل تأجيل هيكبر الحمل، وثقتك في نفسك وفي قراراتك المالية أقوى وبتكبر من أي رقم. كمان نصيحة السنة ليك يا أسد بتقولك الفلوس السنة دي مش اختبار حظ، هي اختبار نضج، وانت قده لو لعبتها بعقلك مش بإحساسك. أما على الصعيد العاطفي، السنة دي عاطفيا يا أسد بتبدأ عندك من نقطة وعي مش من اندفاع. يعني مش أي إحساس هيعدي عليك وتجري وراه زي زمان. انت بقيت أهدى وأعمق، وبقيت تسأل نفسك قبل أي علاقة، وبتقول هل ده هيفضل لي ولا هيستهلكني. وده في حد ذاته تطور كبير في شخصيتك العاطفية. كمان في بداية السنة دي ممكن تحس إن في مسافة بينك وبين الحب، مش بعد لكن نوع من المراقبة. قلبك مستني حاجة حقيقية مش كلام ولا وعود. لو في علاقة قائمة هتدخل مرحلة اختبار هادي، يا تثبيت قوي يا إعادة ترتيب الأوراق من غير خناق ولا دراما. كمان في السنة دي هتكون مفترق طرق عاطفي مهم جدا، في فرصة حب مختلفة عن اللي فات، شخص أسلوبه مش صاخب لكن حضوره ثابت، بيطمنك أكتر ما بيبهرك. العلاقة دي لو بدأت هتبنيك من جوه مش هتفرحك بس. لو متجوز أو مرتبط بقالك فترة، السنة دي بتعلمك لغة جديدة في التعبير، وأفعال كتير وكلام أقل. هتعرف إن الاحتواء أحيانا أقوى من أي اعتراف، وفي لحظة صريحة ممكن تفتح صفحة كانت مقفولة من زمان. كمان هيكون في نضج عاطفي واضح جدا عندك، وما بقتش بتجري ورا الحب. الحب هو اللي بيقربك لما بتكون في مكانك الصح، واستقرارك ووضوحك وراحة نفسيتك. وده أحلى شكل للحب بالنسبة للأسد السنة دي. أما على الصعيد الصحي، السنة الجديدة يا أسد بتفتح لك قدامك ملف صحتك بشكل مختلف عن أي وقت فات. مش علشان في تعب، لكن علشان جسمك بقى بيكلمك وعايز تسمعه. انت يا أسد طول عمرك قوي وبتستحمل، بس السنة دي بتقولك القوة مش إنك تستحمل، القوة إنك تفهم نفسك. أي ضغط نفسي قديم كنت بتعديه على إنه عادي هيبان أثره على جسمك لو تجاهلته، وعلشان كده الوعي هيكون مفتاحك الأساسي. كمان في فترات من السنة هتحس إن طاقتك بتعلى فجأة، وفترات تانية هتحس بهدوء غريب أو كسل غير معتاد، وده طبيعي جدا. جسمك بيغير إيقاعه وبيطلب منك توازن، مش إفراط ولا إهمال. النوم هيبقى عنصر مهم جدا، وأي لخبطة فيه هينعكس مباشر على أعصابك ومزاجك، فحاول تعمل روتين ثابت حتى لو بسيط. كمان من ناحية جسمك، الاهتمام بالحركة هيبقى ضروري، مش شرط رياضة عنيفة، لكن أي حاجة تخلي الدم يجري في جسمك، مشي أو تمارين خفيفة أو حتى شغل بإيدك. السنة دي مش سنة كسل، لكنها كمان مش سنة ضغط على جسمك. التوازن هو العنوان الكبير. كمان صحتك النفسية مرتبطة جدا بعلاقاتك، وكل علاقة سامة أو كلام مكبوت جوه صدرك هيطلع على هيئة صداع أو شد عضلي أو إرهاق مفاجئ. أو تتعلم إنك تقول لأ من غير تأنيب ضمير، هتلاحظ فرق كبير في جسمك. أنت يا أسد لما بتريح قلبك جسمك بيرتاح لوحده. الأكل كمان داخل في المعادلة بقوة السنة دي، مش مطلوب حرمان لكن مطلوب وعي. جسمك هيبقى حساس أكتر للأكل التقيل أو العشوائي، وهيكافئك بسرعة لو اخترت الصح. اشرب مية كتير وقلل السهر، لأن دول أكتر حاجتين هيستنزفوا طاقتك لو أهملتهم. نصيحة السنة دي ليك صحيا بتقولك ما تستناش التعب يعلمك الدرس، انت اتعلم من غير ما تتوجع. لو اهتميت بنفسك من بدري، السنة دي ممكن تكون من أحسن السنين صحيا ليك، مش بس لأنك قوي لكن لأنك أذكى في التعامل مع نفسك. أما على الصعيد الدراسي، السنة الجديدة بالنسبة لك يا أسد دراسيا مش سنة حفظ ولا تكديس معلومات، دي سنة فهم ووعي. يعني اللي هتذاكره هيفضل معاك ومش هيستنى بسهولة. في البداية ممكن تحس إنك تايه شوية أو مش متحمس، بس ده لأن دماغك محتاجة طريقة مختلفة مش الروتين القديم. الأسد السنة دي لما يلاقي أسلوب مذاكرة يناسب شخصيته القيادية هتفوق بشكل واضح جدا، خصوصا في المواد اللي فيها تحليل أو شرح مش تلقين. كمان في نص السنة في تغيير مهم، يا إما مادة كنت فاكرها صعبة هتكتشف إنها أسهل مما كنت متخيل، يا إما شخص في حياتك هيشجعك بكلمة في وقتها وهتفرق معاك جامد.
لو عندك امتحان مصيري أو دراسة طويلة، السنة دي بتكافئ الصبر مش الاستعجال. يعني خطوة ثابتة كل يوم أحسن من ضغط مفاجئ. انت يا أسد كمان هتكتشف إن المنافسة مش مع الناس، المنافسة الحقيقية مع نفسك ومع كسلك. وأول ما هتكسب المعركة دي النتائج هتظهر واحدة واحدة. نصيحتي ليك ما تستقلش بأي مجهود صغير. السنة دي بتبنيك عمليا على المدى البعيد، مش بس علشان امتحان يعدي، لكن علشان مكانة أقوى قدام. ودي كانت توقعاتك النهاردة يا أسد. انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.